السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم رجعت لكم بهذا الفيديو اللي راني رايحه نحكي لكم شويه هكا نصائح على رمضان وهكا. الحاجه الاولى حبيت نقولها لكم صحه رمضانكم، كل عام وانتم بخير. ان شاء الله نصوموا بالصحه والهنا. راح نبداو. المهم الحاجه الاولى احرص على أن يكون هذا الشهر المبارك نقطة محاسبة وتقويم لأعمالك ومراجعة وتصحيح لحياتك. احذر من الإسراف في المال وغيره، فالإسراف محرم ويقلل من حظك في الصدقات التي تؤجر عليها. اعقد العزم على الاستمرار بعد رمضان على ما اعتدت عليه فيه. إن هذا الشهر هو شهر عبادة وعمل وليس نوم وكسل. عود لسانك على دوام الذكر ولا تكن من الذين يذكرون الله إلا قليلا. انتهز فرصة هذا الشهر للامتناع الدائم على تعاطي ما لا ينفعك بل يضرك. سارع إلى طلب العفو ممن ظلمته قبل أن يؤخذ من حسناتك. احرص على أن تفطر صائما فيصير لك مثل أجره. إذ فعلت مصيبة وسترك الله سبحانه وتعالى، فاعلم أنه إنذار لك لتتوب، فسارع للتوبة واعقد العزم على عدم العودة لتلك المعصية. اعلم أن هذا الشهر المبارك ضيف راحل، فاحسن ضيافته، فما أسرع ما تذكره إذا ولى. احرص على قيام ليالي العشر الأواخر، فهي ليالي فاضلة وفيها ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. كيف نستقبل رمضان؟ نستقبله بالمبادرة إلى التوبة الصادقة، كما قال سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. بالتخلص من جميع المنكرات من كذب وغيبة ونميمة وفحش وغناء وتبرج واختلاط وغير ذلك. بعقد العزم الصادق والهمة العالية على تعمير رمضان بالأعمال الصالحة وعدم تضييع أوقاته الشريفة فيما لا يفيد. بكثرة الذكر والدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن، وأيضا بالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها وتأديتها بطمأنينة وخشوع، بالمحافظة على النوافل بعد اتيان الفرائض. فرمضان شهر القرآن، فشهر رمضان خصوصية بالقرآن. لشهر رمضان خصوصية بالقرآن ليست لباقي الشهور. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. فرمضان والقرآن متلازمان، إذا ذكر رمضان ذكر القرآن. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن، فرسول الله حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. في هذا الحديث دليل على استحباب تلاوة القرآن ودراسته في رمضان، واستحباب ذلك ليلا. رمضان شهر الجود والإحسان. أيها المسلمين، حث النبي صلى الله عليه وسلم على النساء الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وكان جوده صلى الله عليه وسلم شاملا جميع أنواع الجود، من بذل العلم والمال وبذل النفس لله تعالى في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل الطرق، من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم. رمضان شهر القيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، فقالوا له: يا رسول الله،
تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنايا نكون كملت، وبقى لا خير، وان شاء الله نكون فتكم، ان شاء الله تاني تعجبكم الفيديو. اذا عجبتكم اضغطوا لي على زر اللايك وزر السبسكرايب وفعلوا الجرس لكي يصلكم كل جديد.